صباح الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. النهاردة يا جماعة ذكرى مؤلمة جدا جدا. أنا على المستوى الشخصي مش بحب أفتكرها خالص خالص، رغم إن هي يعني مش غايبة عني خالص، بس يعني اليوم ده بيبقى من الأيام التقيلة قوي. ذكرى المسبحة، والله العظيم لما بتيجي الذكرى دي يا جماعة أنا بفتكر كل حاجة بكل تفاصيلها. بفتكر وكأن شريط معدي قدامي، شريط كامل معدي قدامي. بالأيام اللي سبقت المذبحة والأيام اللي بعد المذبحة للأسف. وبفتكر كل كلمة اتقالت قبلها في الإعلام واتقالت بعدها، وكل إعلامي وكل ضيف طلع طمن الولاد عشان يروحوا. بجد يا جماعة الذكرى مؤلمة لأقصى درجة ممكن حد يتخيلها. حاجة كده يعني ملهاش علاقة بالرياضة، ملهاش علاقة بكرة القدم، بس سبحان الله شبه حاجات بتحصل برضو كده الأيام دي، سباب وحاجات ملهاش برضو علاقة بكرة القدم ولا بالرياضة. وكأن مصر مكتوب عليها انها تبقى في حتة بعيدة عن كل الناس في الرياضة، يعني وكأننا احنا ما ينفعش نبقى نمارس رياضة ونمارس كرة قدم ونمارس اللي كل الناس بتحبه وتمارسوا رياضة. يا جماعة الرياضة والله ما ليها علاقة لا بالحاجات دي ولا بشباب يموت من غير سبب، من غير سبب. يعني ايه رايح ورا فريقك؟ يعني ايه بتهتف فتموت؟ يعني انا مش عارفه افهم، يعني انا رايح ناس شباب صغيره رايحين يهتفوا يموتوا. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي نفذ واللي فكر واللي دبر واللي شمت واللي استدرج الولاد. ان شاء الله باذن الله حقهم باذن الله عند ربنا، وهيجي اكيد ان شاء الله باذن الله في الجنه كل شباب الالتراس. يا رب ان شاء الله، يعني ربنا يكتبكم من الشهداء. يعني انتوا ناس ابرياء ما عملتوش حاجه، انتوا رايحين تشجعوا فريقكم. وزي ما قلتوها، يوم ما بطل اشجع اكون ميت اكيد. وكانكم كنتوا عارفين يا ولاد انكم فعلا يعني هتبقوا ميتين اكيد لما تشجعوا النادي، لو بطلتوا تشجعوا النادي الاهلي. وده اللي حصل، وكانهم محدش عايز يحرمكم من الكلمه دي، انكم تبقوا ميتين اكيد. ربنا يرحمكم يا رب، ربنا يرحمكم ويصبر اهاليكم اللي اكيد مش ناسينكم والله، ولا احنا ناسينكم. وان شاء الله النهارده باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده باذن الله اوكلاند سيتي باذن الله، وتبقى هديه بسيطه من لعيبه النادي الاهلي لجمهورها في يوم ذكرى. معلش يا جماعه بجد والله انا لما بفتكر اليوم ده بيبقى الموضوع بالنسبه لي صعب جدا جدا. يعني ابرياء ماتوا من غير ذنب، الله يرحمهم. امبارح اتقفل القيد يا جماعه، الزمالك ما ايدش حد. انا معرفش هيكمل الموضوع على كده ولا هيحصل اي في الامور. انا مع الرياضه المصريه واتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه. انا ما اقدرش اجزم بحاجه لان ممكن اي حاجه تحصل. يعني عادي ممكن يقول لك احنا مدينا فتره القيد، اي حاجه اي حاجه. الزمالك سد هيقولوا اي حاجه. المهم ان عندنا ماتش مهم جدا جدا النهارده. انا مش عايزه برضو يا جماعه نغمه التفاؤل الزياده، لان دي مباراه كره قدم وارد يحصل فيها كل حاجه وارد انها تحصل. بس ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب. الفريق اللي قدامك ضعيف او مش ضعيف في كره القدم مفيش الكلام ده. الملعب هو اللي بيحدد مين اللي يكسب ومين ما يكسبش. ادائك هو اللي هيحدد. كل اللعيبه مستعده جدا جدا، حتى اللعيبه يا جماعه اللي خرجوا، ايمن اشرف وسافيو والناس اللي خرجت دي، قد ايه بيدعموا الفريق وقد ايه يعني حاسين بالمسؤوليه برضو وكانهم موجودين، يعني هيبقوا موجودين في البطوله. كل لعيبه النادي الاهلي مستعده. كهروب مستعد جدا يا جماعه، وان شاء الله باذن الله هيبقى له دور ايجابي جدا جدا النهارده. دعوات الجميع. المباراه لازم اكيد الناس تلاقي بقى حلول هتشوفها ازاي. يعني ان شاء الله في قنوات نازله يعني موجوده الترددات بتاعتها على النت وكده، هتعرفوا تجيبوها. وباذن الله يا رب نحتفل ان شاء الله بقى بالصعود باذن الله ونكمل في كاس العالم. اتمنى باذن الله ان احنا نقابل ريال مدريد، اتمنى ان احنا نتجاوز
ونوصل للذهبيه. هتبقى حاجه لطيفه جميله جدا ان احنا السنه دي يعني ناخد الذهبيه او الفضيه. احنا خدنا البرونزيه 3 مرات. اتمنى باذن الله ان احنا ناخد الذهبيه، ويبقى الجيل ده فعلا زي ما قال قفشه باذن الله الجيل ابو تريكه وبركات رجع. اتمنى بقى ان انتوا كمان يبقى يعني الجيل ده يعني انتوا عملتوا كتير قوي وتستاهلوا كمان ان اللي يجي بعدكم يقول جيل قفشه وجيل الشحات وجيل الشناوي وجيل الناس الجميله دي عمل، وكهربا والناس دي عمل حاجه، وحمدي فتحي وديانج وسوليه طبعا ومعلول طبعا. ده كلكم محتاجين ان شاء الله يتخلد اسمكم وانتوا تقدروا تعملوا ده. وباذن الله نحتفل بعد الماتش يا جماعه باذن الله بفوز النادي الاهلي، والاهلي هيفضل فوق الجميع مهما حصل. هيفضل الاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟